بونجور سلام، اهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب المو، ملخص الجوله والبريمير ليج واللا ليجا. قبل ما نتكلم عن ملخص الجوله عايزين ندعي لاهلنا في غزه ولشهداء اهل غزه. نعم، الشهيد ده احسن منه ومنك، رغم ان هو عارف هو رايح فين وضامن مكانه. دوره الباقي عليا انا وانت. ربنا يكتب لنا الشهاده اذا لم يحالفنا النصر ثم النصر، ولا ان نصر الله لقريب. ربنا يصبرهم ويسدد رميهم. قلوبنا كلها معاكم، والله كلنا معاكم وبندعي لكم. ربنا يخفس الارض باللي ما يتسموش. يلا بينا نتكلم على الجوله. قبل ما نتكلم على الجوله، ريت لو انت مش عامل سبسكرايب تنزل تعمل سبسكرايب دلوقتي، وتحط لنا لايك عشان دوت بيساعدنا ان الفيديو عدد كبير يشوفه، وتقول لنا رايك عن الحلقه في كومنت. واي لينك من اكونتات السوشيال ميديا الخاص بيا هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. يلا بينا. مباراة ارسنال وتشيلسي قمة الاسبوع. بس قبل ما نتكلم عن قمة الاسبوع عايزين نقول كلمتين عن تشيلسي. الفريق اللي ضيع نقط سهلة جدا في بداية السيزون دوت. ليه؟ ده لسببين. السبب الاول هو كثرة الاصابات، وكان اهم غياب هو نكونكو، اللاعب الفرنسي اللي تشيلسي اشتريته من لايبزيج الالماني ب 60 مليون يورو. وللعلم نكونكو دوت هو اللي خد افضل لاعب في الدوري الالماني موسم 21-22. تاني حاجة وهي عدم استقرار موريسيو مدرب تشيلسي على خطة معينة. في بداية السيزون زي ما شفنا موريسيو كان بيلعب 4-2-3-1 لغاية ما جت اصابة مين بقى؟ نكونكو. اصابة نكونكو اللي دربكت الدنيا خلت موريسيو غير الخطة. ده ليه؟ لان نكونكو بيلعب تحت المهاجم، ومفيش حد في تشيلسي بيجيد اللعب في المركز ده زي نكونكو. غير بعد كده موريسيو خطته الى 3-4-3، والخطة دي ما نفعتش. بعد كده راح مغير خطته تاني الى 4-3-3 واللي استقر عليها. وكان احد واهم العوامل اللي خلت الخطة دي تنجح هو بالمر الشاب الانجليزي اللي كان بيلعب في السيتي، اللي تشيلسي اشتريته من السيتي في يناير الماضي. لو تتذكروا معايا بالمر دوت اللي جاب الجول للسيتي في ارسنال في مباراة الدرع الخيرية. بالمر اللي اضاف حلول كتير في مركز صناعة اللعب لموريسيو. وعايزين برضو نشيد موريسيو على الاداء والشغل اللي عامله مع مودريك اللي بدأ يستعيد مستواه اللي كان مع شختار الالماني، ورجع نشوفه بالمستوى بتاعه المعتاد. والشيء دوت اللي يخليك يقول لك ليه بقى ارسنال وتشيلسي كانوا عاملين انفجار، وكان في مشادات ما بين الفريقين، وكان في كل واحد يعلي بمزاج اللي هم عايزين يخطفوا الصفقة دي. شفنا اداء مودريك، وكان ليه يقول لك لغايه دلوقتي ارسنال كان متمسك بالصفقه، بس الصفقه في الاخر راحت لتشيلسي. في حاجه تاني اللي هي مشاكل تشيلسي. المشاكل اللي بواجهها تشيلسي مشكلتين: مشكله تكتيكيه وعدم استقراره على خطه معينه. بس ده كله هنتكلم عنه، نعمل لكم حلقه عنه بالكامل هننزلها في اقرب وقت ان شاء الله، هتبقى عن موسم تشيلسي والمشاكل اللي بواجهها تشيلسي وتوقعاتنا تشيلسي هيعمل ايه في الموسم. ارسنال وتشيلسي، تعالوا بقى نتكلم عن مباراه صدعنا دماغكم شويه بتشيلسي. معلش، ارسنال اللي كان بيعاني لانه كان خسران 2-0، وقدر للحظ بتاعه ان هو يجيب جولين ويخطف نقطه بطعم المكسب، واخد نقطه من ستانفورد بريدج. ورغم ان هو شفنا ارسنال ما كانش بيقدم اداؤه المعتاد في مباراه الشعار بتاعها او تحت مسمى غباء الحراس. تاني مباراة معانا هي مباراة لإيفرتون وليفربول. إيفرتون اللي كان نازل الماتش بمعنى أصح كده قالع للليفر. شفنا نسبة الاستحواذ في نهاية الماتش كانت 78 لليفربول و22 لإيفرتون. ده انت ما جيتش يا جدع. وبرضو عدد التسديدات، ليفربول كان عامل 26 تسديدة، بينهم 6 تسديدات ما بين الثلاث خشبات. اما ايفرتون كان عامل 6 تسديدات منهم تسديده وحيده يتيمه بين الثلاث خشبات. ايفرتون كان نازل عمال يدافع وطارد شليونج اللي سهل المباراه على الليفر، وانتهت المباراه 2-0 لصالح الليفر، وسجل الجولين محمد صلاح. نتكلم عن مباراه اللي من وجهه نظري هي مباراه الجوله، مباراه سيتي وبرايتون. ليه دي بالنسبة لي هي مباراة الجولة؟ لأنها مباراة عباقرة خارج الخطوط، جوارديولا وديزيربي.
المباراة اللي انتهت 2-1 لصالح السيتي بصعوبة، المباراة اللي كانت صعبة جدا على السيتي، بس السيتي نقدر نقول طلع باللي هو عايزه من الماتش وخد ال3 بونت. بعد كده مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس. نيوكاسل اللي بسهولة وبساطة قدر يكسب كريستال بالاس 4-0، وهم لغاية دلوقتي أقوى هجوم في البريمير ليج. اليونايتد وشيفيلد. اليونايتد اللي كسب 2-1 بطلوع الروح كالعادة. الجديد يعني على اليونايتد، اليونايتد كسب بحل فردي وتسديدة من دالوت، قدرت ان هي تخطف ال3 بوينت لليونايتد. ومن البريمير ليج يلا بينا نروح على الليجا. مباراة ريال مدريد واشبيليه. باختصار كده بص يا ابن عم، انت لو ما اتفرجتش على مباراة الريال واشبيليه واتفرجت على الريال واتلتيكو ما فاتكش حاجة. ليه؟ لان هي نفس الاخطاء اللي بيعملها عم حلمي انشيلوتي. عمل ايه؟ لعب المباراة من غير مهاجم صريح، نفس اللي عمله مع اتلتيكو. فتمام، المفروض كان يلعب مهاجم صريح اللي هو خسروا، اللي احنا ما عندناش غيره ولدان دوت، المفروض يلعب بيه عشان يفوز بالصراعات الثنائيه مع راموس. اشبيليه بقى كانت داخله الماتش بقى ايه؟ عايز تعمل ايه بقى؟ تلعب على الكرات العرضيه، تستخدم سلاحها الفتاك، وفي غيره يوسف نصيري. الشوط الثاني بقى عم حلمي ربنا بارك له، راح عامل ايه؟ راح مطلع تشاوميني ونزل لك مودريتش وكامافينجا. اصبحنا كده بسم الله ما شاء الله بنلعب من غير ارتكاز. ده تمام، احنا بنلعب من غير ارتكاز. حاجه بقى تانية بقى، الولا قلابه دوت اللي كفرني وخنقني، يعني خرجنا عن شعوري. احنا عندنا واحد هنا في مصر اسمه عم رضا عبعال، ده بيهجص، يعني احنا معروف عنه ان هو هجاص، بس ده بيهجص خارج الملعب، فده مفيش ضرر منه، هجص زي ما انت عايز. قلابه بقى بيهجص جوه الملعب، يعني انت عايز يلا انت اللي بتعمله ده. ما انا زهقت والله من الواد ده ومن عم حلمي. بص عم حلمي من الاخر كده، انت روح اعمل عمره بجد والله كده ماشي، وسيبك من حوار التدريب عشان عرفت منك، يعني مفيش حد بيعمل اللي بتعمله ده. انا قلت لك روح اعمل عمره فاهم، وخلاص كده اتعشت على كده. المباراه اللي انتهت 1-1 بشعار المباراه راموس ضد ريال مدريد. يلا بينا نتكلم عن مباراه برشلونة واتلتيك بلباو. برشلونة بقيادة عمو تشافي، وتشافي اللي قدر يستغل تعثر ريال مدريد، ريال مدريد وفاز 1-0 على اتلتيك بلباو بالهدف اللي سجله اللي لسه طالع لنا جديد في البخت، عمك مارك غويو دوت، اللي نزل بعد نزوله ب 39 ثانية بيسجل هدف، وده كده تالت اسرع هدف ينزله لاعب بعد نزوله في الليجا. ومش كده بس، ده هو ما سكتش ان هو عمل رقم، لا ده هو خد راجل المباراه، فالمباراه يلعبها ليه مع برشلونه، يعني بالصلاه على النبي كده. يلا نتكلم عن مباراه اتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو. المباراه اللي فازت فيها اتلتيكو بهاتريك الى انطوان جريزمان اللي بيرجع لزمان وبيورينا اداء من حاجات زمان بقى قبل ما يروح برشلونه لما كان مع اتلتيكو كده. انطوان جريزمان بيجيب هاتريك لاتلتيكو، بتخلص المباراه 3-0 لاتلتيكو مدريد. وجيرونا والماريا. جيرونا الفريق اللي لازما من طريقه لعبه وادائه يجبرك اللي انت تتكلم عنه. جيرونا اللي كان خسران 2 بعد كده حول خسارته من 2 الى 5-2، واصبح دلوقتي بيقاسم ريال مدريد في الصداره، بس ريال مدريد متصدر بفرق الاهداف. كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. اسفين لو احنا ما نتكلمناش عن فرق ما ذكرناهاش، او اللي احنا ما تعمقناش في التحليل وكلمنا كلام على الهامش، او اللي احنا برضو ما نزلناش زي المعتاد اللي احنا بننزل فيديو تحليل بعد المباريات. احنا ما كناش هننزل اصلا بسبب اللي بيحصل وما كانش في حد فينا مهتم، بس الحمد لله على كل حال. كده تكون وصلنا للنهايه، ونشوفكم الحلقه الجايه. دمتم بخير.